ليه بنتعلق باللي بيوجعنا؟ سألتي نفسك قبل كده ليه الشخص اللي بيوجعنا وبيهملنا هو أكتر حد بنتعلق بيه؟ وليه لما بنقرر نبعد بنحس إن روحنا بتتسحب مننا وبنرجع تاني أضعف من الأول؟ الموضوع مش حب زيادة، الموضوع له تفسير نفسي عميق. أنا سيلا. النهاردة هنفهم ليه بنتعلق بالأذى، وإزاي نفك الحبل اللي خنقنا بيه روحنا ونسترد السكينة اللي ضاعت. فخ التعزيز المتقطع. عارفة ليه بنستنى منه كلمة حلوة؟ لأن الشخص ده بيدينا اهتمام شوية ويمنعه كتير. العقل بيعتبر ده نوع من المقامرة، فبيفضل مستني لحظة الرضا اللي بتيجي كل فين وفين، وده اللي بيخلي التعلق أقوى بمراحل من الحب المستقر. جروح الماضي. أحيانا بنتعلق بالشخص المؤذي لأنه بيفكرنا بنمط عشنا فيه وإحنا صغيرين. عقلنا بيحاول يعيد تمثيل الموقف عشان المرة دي ننتصر ونخليه يحبنا، بس الحقيقة إننا بنعيد الوجع مش أكتر. كيمياء الدماغ. البعد عن شخص مؤذي بيعمل في الدماغ حالة تشبه أعراض الانسحاب من الإدمان، عشان كده بتحسي بوجع حقيقي في صدرك وضيق في التنفس، وده وهم بيعمله عقلك علشان يخليكي ترجعي للمصدر اللي بيوجعك. عارفة عقلك بيقولك إيه وانتي في قمة الوجع؟ بيقولك لو سبتيه مش هتلاقي حد يحبك تاني، أو تقولي لنفسك العيب فيا أنا عشان كده هو بيعاملني كده. دي كلها أكاذيب نفسية بيعملها الخوف. الحقيقة إنك محبوسة في فكرة الشخص مش في الشخص نفسه. انتي متعلقة بالأمل إنه يتغير، مش بالواقع المر اللي بتعيشيه كل يوم. لما تلاقي قلبك متمسك قوي في شخص تعبك، اطلبي العون من اللي خلق قلبك. الأدعية دي هتساعدك. قولي اللهم أخرج من قلبي كل من لا يستحق البقاء فيه. ردديها كتير، وقولي اللهم اشغل قلبي بحبك عمن سواك. لأن التعلق المرضي هو في الأصل فراغ روحي محتاج يتملي بالتعلق بالله. قولي لربنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اطلبي منه يثبت قلبك على القرار الصح حتى لو كان بيوجع دلوقتي. أنا سيلا، وقناتنا هي مساحة عشان نسترد فيها كرامة روحنا. لو انتي محبوسة في تعلق مؤذي، افتكري ان ربنا خلقك حرة. اكتبيلي في التعليقات ايه اكتر جملة النهاردة لمست قلبك، ولو محتاجة دعوة في ظهر الغيب اكتبي اسمك وهندعي البعض بالثبات والسكينة. أشوفكم الفيديو الجاي بكل قوة وهدوء. شكرا.